أهلا بكم في كورس المنتور تريدر. هنكمل مع بعض سلسلة التحليلات للسوق بتاع الفوركس والمؤشرات والذهب. بس قبل لما نعمل الحلقة دي حابب أفكركم إن كتاب إزاي تعمل فلوس في الزمن ده خطوة بخطوة. الكتاب جاهز واللينك موجود، مجرد دوس تحجز على طول وتاخد النسخة بتاعتك من الكتاب. كمان حابب أفكركم بالعرض اللي قائم وهو لفترة محدودة، انه لما تحجز الكتاب هتاخده على طول، وكمان هتاخد اسبوعين في الكورس بتاع اساسيات التداول مجانا. وهتاخد كمان لايفين، كل لايف كل اسبوع لايف. يعني هتستفاد بكورس اساسيات التداول لمدة 14 يوم، وفي المتابعة اليومية، وكمان هتاخد لايفين في الفترة دي. كل ده فقط بإنك تشتري الكتاب بتاع إزاي تعمل فلوس في الزمن ده. كمان هتاخد تخفيض على الكتاب نفسه، فلو سمحت الحق الفرصة دلوقتي من اللينك اللي تحت على طول. اشتري الكتاب. طيب يلا بينا نبدأ التحليل بتاع السوق. النهاردة 31/5/2026 الحد. طبعا بداية أسبوعنا هي بكرة، فمحتاجين نكون بنركز على تحليلات السوق. فيلا نبدأ فورا. تمام جدا. طيب هنبدأ مع بعض بالذهب. زي ما حضراتكم شايفين الاكس اي يو يو اس دي الذهب، زي ما دايما بنعمل الحدود السعرية، وده بنتعلمه بالتفصيل في الكورس بتاع المنتور تريدر. برضو تقدر تبدأه دلوقتي. تواصل مع فريق الدعم والإيميل واللينك الموجود، واكتب إنك عايز تبدأ الكورس عشان تاخد كل التفاصيل. بس خلينا نتحرك دلوقتي زي ما قلنا في التحليل. أدي الذهب الاكس اي يو يو اس دي، الحدود السعرية بتاعتي أهي. الحد العلوي بتاعي عند ال 4595.13. زي ما حضراتكم شايفين، مش محتاجة كلام إن السعر فضل يبيلت أب ويكبر يكبر لغاية لما وصل إلى هذه المقاومة وارتد من هنا. إذا ده حد الأعلى بتاعنا اللي أنا قلته دلوقتي، ال 4595. أعلى الحد دون هو صفقات شراء، والحد الوسطي بتاعي اهو ال 4541.47. طبعا حوالين الحد ده شراء وبيع، والحد السفلي بتاعي برضو واضح انه مستوى دعم للسعر. شايفين السعر عمال يخبط فيه ازاي وبعد كده صعد لهنا. فده الحد السفلي بتاعي ال 4488، اسفله صفقات بيع سيل. يبقى احنا عرفنا الحد العلوي، الحد الوسطي، والحد السفلي. وزي ما بقول دايما، لا يكفي ان السعر يكون وصل او كسر الحدود دي، لكن مهم قوي تركز للمتوسطات السعرية بتاعتك وضعها ايه. وكمان مهم جدا تمشي بخطة لإدارة رأس مالك. كل ده طبعا في خطة جاهزة وبعلمها للناس في الكورس. لو انت عندك خطة اخرى براحتك خالص، بس خليك حذر، لانه اي سوق استثمار وبالذات سوق البورصات والبورصات العالمية في مكسب وخسارة. مش معنى ان انا قلت السعر هنا اشتري وبيع يبقى دايما مكسب، لا طبعا في مكسب وخسارة. فمهم انك تأمن نفسك. طيب خلينا نخش على الفضة. الفضة الحد العلوي بتاعي اهو، هو ال 76.68. الحد السفلي 74.75، والحد الوسطي بتاعي 75.63 زي ما انتم شايفين. الحد العلوي أعلاه شراء، حد السفلي أسفله بيع، والحد الوسطي بيع وشراء. طيب خلينا نروح للداكس 30 او الجيرمان 30، وهم ال 30 شركة اللي بيأثروا بقوة في السوق الألماني للناس اللي بتحب الأسهم. فهنا بنتكلم إن الحد العلوي بتاعي هو ال 25,207 أهو. أعلى الحد ده شراء. حد السفلي بتاعي ال
ال 25,000 26.3 أسفله بيع، والحد الوسطي بتاعي 25,117 حواليه شراء وبيع، حواليه شراء وبيع. خلينا نروح ل اليو كي 100 أو الفيتسي 100. السوق الأوروبي عندك الحد العلوي بتاعك هو ال 10,468 أعلى شراء. الحد السفلي بتاعك 10,386 أسفله بيع. والحد الوسطي بتاعي 10,427 بيع وشراء. يلا نروح للداو جونز الأمريكي 30، داو جونز 30 أو اليو اس 30. الحد العلوي بتاعي هو الحد العلوي بتاعي هو الواحد وخمسين ألف مية واحد وتلاتين أعلاه شراء. الحد السفلي بتاعي الخمسين ألف ستمية أربعة وتسعين أسفله بيع. والحد الوسطي بتاعي 50,913 شراء وبيع. خلينا ناخد آه، الزوج بتاع اليورو يو اس دولار عشان ما اطولش على حضراتكم. نبقى خدنا الذهب والفضة ومؤشرات العالمية، وناخد كمان زوج فوركس اليورو يو اس دولار. الحد العلوي بتاعي زي ما انتم شايفين من عنده كان حاصل ريجكشن ورفض للسعر قوي عند 1.16 او 1.16 اعلاه شراء. الحد السفلي بتاعي 1.1624 اسفله بيع. طبعا العلوي هقوله تاني 1.1685. والحد الوسطي بتاعي 1.1655 شراء وبيع. بتمنى للجميع النجاح والتوفيق. افتكروا ان السوق ده اي سوق استثماري محتاج انك تمشي خطوة بخطوة. بشجعك ان احجز، خد كتابك النهاردة بتاع ازاي تعمل فلوس في الزمن ده من اللينك الموجود. تقدر لما تاخد الكتاب تاخد العرض انك تبدأ اساسيات التداول فور فري ببلاش لمدة اسبوعين، وبتاخد عليهم لايفين كل لايف في الاسبوع ومتابعة يومية. لكن لو حابب تبدأ على طول في الكورس بتاع المنتور تريدر باقة المحترف تقدر تطلبه فورا وتحجزه. شكرا جدا لحضراتكم.